بيبدأ فيلمنا من جوه فصل من فصول الصف الخامس في مدرسة ابتدائية، وهناك بنشوف 2 من سكان الفصل مش عاديين، السحلية ليو والسلحفاة سكوارتي. ومع بداية أول يوم دراسي في السنة الجديدة بتدخل المدرسة سالانس وبتعرف الطلبة على ليو وسكوارتي كأنهم فردين من العيلة. وبعد كام يوم من بداية الدراسة مدير المدرسة بيقرر يجمع أولياء أمور طلاب الفصل في اجتماع مهم، وهناك بيعلن إن المدرسة سالانس حامل وعشان كده هتطلع أجازة طويلة شوية، وبيطمنهم إن في مدرسة بديلة هتيجي تمسك الفصل وتكون مسؤولة عنه طول فترة غيابها. وأثناء الاجتماع بيقف 2 من أولياء الأمور قدام ليو وسكوارت، وفجأة واحد منهم بيبص ليو كده بنظرة فاحصة وبيقول: هو مش المفروض الفصيلة دي ما بتكملش 75 سنة؟ السحلية دي باين عليها عدت السن القانوني من زمان. فبيتصدم ليو وبيسرح كده شوية وهو بيحاول يفتكر أول يوم دخل في المدرسة، وبيجيب آخره وبيكتشف إنه جه هنا سنة 1949، وبيبدأ يحسب ويعد ويحاول يركبها بأي طريقة، لكنه بيفشل وبيستعين بصديقه سكوارت: يا عم تعالى شوف لنا عندي كام سنة. فبيرد سكوارت بكل برود: هو أنا فاكر أنا اتعشيت إيه امبارح؟ وساعتها بيفتكر ليو إن الأرنب اللي في الفصل اللي جنبهم شاطر جدا في الحساب، وإنه ممكن يحلله اللغز ده ويحسب له هو عنده كام سنة. لكن في اللحظة دي بيقول لسكوارت إنهم أصلا ما بيتقابلوش مع باقي الحيوانات الأليفة اللي في المدرسة غير مرة واحدة بس كل شهر، وده بيحصل وقت تدريب الهروب من الحريق. وهنا بتيجي الفكرة المجنونة، بيستخدم ليو لسانه الطويل وبيشغل إنذار الحريق بنفسه، ووقتها الطلبة بيتهيأ لهم إن في حريق فعلا، وكلهم بيجروا بسرعة بره الفصول. وفي وسط الزحمة دي بيجي واحد من الصندوق اللي فيه ليو وسكوارت وبيوديه لمكان تجمع الحيوانات الأليفة. وهناك ليو أخيرا بيقابل الأرنب وبيقوله على تاريخ ميلاده وبيطلب منه يحسب له عمره الحالي. ولما الأرنب بيحسب وبيقوله بكل بساطة: انت 74 سنة، ليو بيتصدم لان ده معناها انه فاضله سنة واحدة وبعدها هيودع. وبعدها بيرجع الطلبة كلهم على الفصول بعد ما بيتأكدوا ان انذار الحريق طلع مجرد غلطة، وبنرجع لليو اللي بيبان عليه الحزن لانه بيحس ان عمره عدى بسرعة من غير ما يكون عايشه زي ما كان نفسه. وفي تاني يوم بتيجي المدرسة الجديدة وبيكون اسمها مالكن، وبيظهر من أول لحظة إن طريقتها مختلفة تماما عن أسلوب سالانس. وفي نهاية اليوم الدراسي بتطلب من الطلبة إن واحد منهم يختار حيوان أليف عشان يقضي معاه أجازة نهاية الأسبوع في البيت. وساعتها ليو بيفرح فرحة مش طبيعية، ووقتها بيستغرب سكوارت جدا من حماسه، وبيفتكر إن الأطفال في كل مرة بيروحوا معاهم البيت كانوا بيبهدلوهم وبيطلعوا عينهم، وبيقوله: ده في واحد نسيني في الشنطة أسبوع وافتكرني مقلمة. لكن ليو بيرد عليه وهو متحمس وبيفاجئه بالخطة، وبيقوله إنه هيستغل فرصة خروجه مع طالب من الطلبة، وساعتها هيهرب من المدرسة ويعيش حياته بره ويستمتع بالسنة اللي فاضلاله قبل فوات الأوان. ومن ناحية تانية بنشوف بنت من الطلبة اسمها سمر، واللي أول ما بترفع إيديها وبتبدأ تتكلم عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة بنكتشف إنها شخصية رغاية بالفطرة والكلام معاها ما بيخلصش. وفي اللحظة دي بتفقد مالكن أعصابها وبتقول لها بمنتهى الحسم: خلصينا واختاري حيوان يا سمر، احنا بنوزع حيوانات مش بنعمل وثائق الناشونال جيوغرافيك. ومن غير تفكير بتروح تختار ليو وبتقرر تاخده معاها البيت. وبعد ما بتوصل سمر البيت بتحط ليو في صندوق جوه اوضتها وبتسيبه وبتمشي. فبيستغل ليو انشغالها مع اهلها وبيخرج من الصندوق وبيبدأ يتحرك ناحية الشباك عشان ينفذ خطة الهروب. لكن اللي ما حسبش حسابه ان جسمه تقيل وبيتبهدل في المشي، والحيطة بتبقى ساحة معركة بالنسبة له، وبيفضل يزحف طول اليوم لحد ما بيوصل للشباك، واخيرا بيمسك في الستارة وعلى وشك يهرب. بس في اللحظة الحاسمة سمر بتدخل الأوضة وبتتصدم لما بتلاقي الصندوق فاضي، وبتبدأ تدور في كل حتة زي ما تكون ضيعت تليفون مش سحلية. وأثناء ما سمر بتدور على ليو في كل ركن بتشد الستارة بعصبية، وفجأة بيقع ليو ويخبط في الحيطة خبطة تخليه يقول: أخ ده وجع بجد يا جماعة مش هزار. فبتتجمد سمر مكانها لما بتسمع الصوت وبتبص حواليها في رعب. ولما بتكتشف ان ليو هو اللي اتكلم بتترعب اكتر وبتجري على مامتها عشان تحكي لها اللي حصل. فبيجري وراها ليو بسرعة على قد ما يقدر يعني، وبيوقفها وبيقول لها: بتوسل اليكي، ارجوكي ما تقوليش لحد اني بتكلم، لو عرفوا هياخدوني يعملوا عليا تجارب ويشيلوا ليا النخاع الشوكي. وبيكمل تمثيله وبيقول: انا كمان ما بقدرش اتكلم مع اي حد، بس انتي مختلفة، انتي الوحيدة اللي تقدر تسمع صوتي زي البني ادمين عشان انتي بنت مميزة جدا. فسمر بتقف ووشها كده بيحمر من الفرحة وبتبتسم ابتسامة عمرها ما ابتسمتها قبل كده، وبتقوله: ده اول مرة حد يقولي اني مميزة كده، حتى بابا ما قالهاش.
ومن اللحظة دي بيتكون سر ما بينهم هما الاتنين، وبتبدأ سمر تحكي لليو عن معاناتها، إن كل اللي حواليها بيتضايقوا منها عشان بتتكلم كتير وما بتسكتش وبيقولوا عليا رغاية. وساعتها بيهز ليو راسه وبيقول لها بنبرة حكيم العمر: بص يا سمر، الكلام الكتير مش عيب، بس اسألي الناس الأول لو حابين تسمعوا، اسأليهم تحبوا أتكلم عن إيه، وساعتها محدش هيتضايق، ده هيستنوكي تتكلمي. فبتسمع سمر كلامه وبتتحمس جدا. وبعد ما بتخلص الأجازة بترجع سمر المدرسة وهي في قمة الحماس، وبترجع ليو للصندوق اللي في الفصل. ومن اللحظة دي بتبدأ سمر تطبق نصيحة ليو، وبدل ما بتفضل تتكلم من غير توقف بتسأل وتشارك اللي حواليها. وفجأة الدنيا بتتغير، علاقتها بزمايلها بتتحسن وبتبدأ تبقى محبوبة، وبيكون ليها شعبية كبيرة في المدرسة والكل بقى بيحب يسمع لها. وفي آخر الأسبوع كالعادة مالكن بتسأل الطلاب: مين حابب ياخد حيوان أليف مع الويك إند ده؟ سمر بترفع إيدها بسرعة وعيونها بتلمع، لكن قبل ما بتفرح بترد مالكن عليها بحزم: لا يا سمر، لازم ندي فرصة لزمايلك التانيين. وساعتها في طالب اسمه إيلي بيرفع إيده وبيقول بكل حماس: أنا عايز أخد ليو. وبيظهر بعدها إن إيلي طالب غني قوي من النوع اللي بيخرج ومعاه درون مراقب في كل حتة. وفي بيت إيلي بنكتشف إن أهله مهووسين بالرعاية الطبية لدرجة إنهم بيخلوه يلبس بدلة وقاية كأننا في معمل أبحاث، وكل ده خوفا عليه من إنه يتعدي من السحلية. وبمجرد ما العيلة بتطلع للدور العلوي ليو بيستغل الفرصة وبيخرج من الصندوق علشان يهرب، لكن فجأة المكنسة الكهربائية بتظهر له زي الوحش في أفلام الرعب وبتحاول تسحبه جواها. وفي اللحظة الحرجة دي الكلب بتاع إيلي بيطلع بطل وبيتصدى للمكنسة وبيقدر ينقذ ليو، لكن النتيجة إن ديل ليو بيتقطع. بس ليو بيتعامل مع الموقف بهدوء ولا كأن حاجة حصلت، الديل بيطلع تاني عادي وبيكمل طريقه للهروب. لكن قبل ما يوصل للباب إيلي بيظهر وبياخده على أوضته. وهناك المفاجأة، ليو بيكلم إيلي وبيقول له إنه بيتكلم معاه لأنه ولد مميز وإن الكلام ده لازم يفضل سر ما بينهم. فبينبهر إيلي وبيبدأ يفتح قلبه لليو وبيحكي له إنه زهقان من المراقبة ونفسه يعيش بحرية بعيدا عن الدرون اللي لازق له في كل حتة ده. فبيفكر ليو شوية وبيطرح عليه فكرة بسيطة لكنها عبقرية، وبيقول له: اكتب جواب للدرون احكي له فيه عن مشاعرك يمكن يفهمك. فبيقتنع وإيلي فعلا بيمسك ورقة وقلم وبيبدأ يكتب. وفي تاني يوم بيدي إيلي الجواب للدرون، واللي أول ما بيقرأه بيتأثر قوي وبيزعل لدرجة إنه بيرمي نفسه في سلة القمامة. فبيطبطب ليو على إيلي وبيقوله بهدوء: ما تقلقش، هيتأقلم مع الوضع، كلنا بنتغير مع الوقت. وبعدها بيخرج إيلي مع ليو وبيفضلوا يلعبوا سوا في الجنينة، وبيكون إيلي طاير من الفرحة كأنها أول مرة يحس إنه طفل طبيعي. وتاني يوم بيرجع إيلي المدرسة وبيحط ليو في الصندوق بتاعه. وفي آخر الأسبوع كالعادة مالكن بتسأل مين حابب ياخد حيوان أليف معاه للبيت. إيلي وسمر بيرفعوا إيديهم في نفس اللحظة، وإيلي بيبص لسمر وبيقول لها بكل حماس: ليو ده حيوان جميل وأنا قضيت معاه وقت ممتع بجد. وفي اللحظة دي بتدخل جايدة زميلتهم في الفصل وبترفع إيديها هي كمان وبتقول بكل حماس إنها هتاخد ليو المرة دي. وساعتها سكوارت بيبص حواليه وهو متضايق، وده لأن ولا مرة حد اختاره، وكأن لسان حاله بيقول: هو أنا مش حيوان أليف برضه ولا يمكن شبه أبو الليف؟ وبنروح بعدها لبيت جايدة، وهناك بنكتشف إن ورا المظاهر الشيك في قلب زعلان. جايدة حزينة من كتر سيطرة باباها ومامتها على حياتها، كل حاجة بيختاروها لها حتى الحفلة اللي في بيتها هي مجرد ضيفة فيها. وفي اللحظة دي بيطلع ليو من الصندوق وبيكسر الصمت بصوته الهادي، وبتتصدم جايدة لما بتعرف إن ليو بيتكلم. فبيطمنها ليو وبيقول لها: بتكلم وبكلمك انت بس عشان انت بنت مميزة وعايز اشوفك مبسوطة بجد. وبيطلب منها ان ده يفضل سر بينهم، فبتوافق. وجايدة وهي مبتسمة لأول مرة من قلبها بتحكي له عن احساسها بالضغط، وان كل تصرف ليها محسوب عشان هي من الطبقة الراقية، وحتى زمايلها فاكرين انها شايفة نفسها مع انها بس مش عارفة تكون على طبيعتها. فبيبصلها ليه وبيقول بكل بساطة: جربي تبقي انتي ولو مرة وشوفي الناس هتحبك ازاي. وبتيجي لحظة الحفلة وبتقرر جايدة انها تسمع كلام ليو وبتستقبل زمايلها بود وبتتكلم بطريقتها من قلبها. وساعتها بتحس لأول مرة انها مش لوحدها وانها مش بس بنت راقية، لا دي بنت حقيقية. وفي الوقت ده بيكون ليو جوه الصندوق بيراقب اللي بيحصل حواليه، وبيلاحظ مجموعة من حيوانات السيرك موجودة في الحفلة، ومن بينهم حصان واضح عليه الحزن نفسه يعيش حر. فبيقرب ليو من جايدة وبيطلب منها تساعده تحرر كل الحيوانات دي. فبتتفق جايدة مع زمايلها على خطة سريعة وبيروحوا يعطلوا لوحة التحكم،
وبتتفتح كل الأبواب وبتبدأ الحيوانات تخرج من أقفاصها وبتتحول الحفلة لفوضى من العيال والوحوش طالعين. وبيستغل ليو الفرصة وبيهرب مع الحيوانات، لكن فجأة بيسمع صوت جايدة بتدور عليه وبيرجع يفكر وبيقرر انه يرجع لها. وفي اليوم اللي بعده بتروح جايدة لمدرسها وترجع ليو في الصندوق بتاعه. ومع مرور الأيام كل الطلبة بيختاروا ليو يقضوا معاه الأجازة بتاعت نهاية الأسبوع، وبيبقوا مهتمين جدا بيه لدرجة انهم بيدوله تليفونات عشان يتكلموا معاه وهم في البيت. وساعتها بيفهم سكوارت ان ليو بيتكلم مع الطلبة، وعشان كده كلهم مبهورين بيه. وبيعرف ان ليو لغى فكرة الهروب لانه لقى متعته وسط الاولاد. وساعتها بيروح سكوارت ليو عشان يفهم منه اكتر، فبيقوله انه بيقدم نصايح للاطفال عشان يساعدهم في حياتهم، وبيبدأ يحكي عن التجارب اللي عايشها معاهم. فبيقول سكوارت: دي مخاطرة كبيرة، خصوصا انك بتقول لكل واحد انك بتكلمه لوحده. فبيقول له ليو: المهم اني اساعدهم قبل ما اموت. وفي اليوم اللي بعده بيقرر طالب في الفصل اسمه أنتوني انه ياخد ليو معاه للبيت، وبيخاف ليو جدا لانه معروف انه مشاغب وممكن يأذيه. ووقتها بيقرر سكوارت يروح مع ليو عشان يحميه، وبيتدارى معاه جوه الصندوق من غير ما حد ياخد باله. وبيتحجج سكوارت انه عمل كده عشان يساعد ليو لو أنتوني اتعامل معاه بعنف. وبيطلب سكوارت من ليو انه يديه فرصة يتكلم مع أنتوني ويحل مشاكله. وبمجرد ما بيوصلوا بيت أنتوني بيتكلم سكوارت معاه بنفس الأسلوب اللي ليو كان بيتكلم بيه مع الطلبة، وبينجح فعلا انه يخلي أنتوني يفتح قلبه ويحكي عن مشاكله. وبيقوله انه حاسس انه غبي وفاشل عشان سقط سنة في الدراسة، بس للأسف بيفشل سكوارت في حل مشكلة أنتوني. وبيفضل أنتوني صاحي طول الليل وزعلان لانه مش لاقي حل. وساعتها بيشوفه ليو وبيستنى لحد ما سكوارت ينام، وبيروح لأنتوني وبيتكلم معاه وبيقدر يقنعه انه ولد قوي وهيعدي المحنة دي وهيحسن مستواه الدراسي وهيبقى طالب متفوق. وبتمر الأيام وبيتطور مستوى الطلبة في الفصل، وبيجي مدير المدرسة وبيكون فاكر ان مالكن هي السبب في التحسن ده، وبيشكرها على مجهودها مع الطلبة، وبيعرفها ان عند الطلبة فرصة يكسبوا رحلة لمدينة الملاهي لو فازوا في مسابقة التاريخ اللي هتتعمل بعد يومين. وبالليل بيتكلم ليو مع الطلبة في التليفونات اللي هم ادوهاله، وبيحس سكوارت بالغيرة من ليو عشان الطلبة كلهم بيحبوه وبيهملوه هو. فبيستخدم واحد من التليفونات اللي مع ليو وبيصوره وهو بيتكلم مع اكتر من طالب في نفس الوقت، وبيبعت الفيديو لكل الطلبة واللي بيتصدموا لما بيعرفوا ان ليو كان بيخدعهم. وبيفضل ليو يحاول يفهمهم انه كان بس بيساعدهم يحلوا مشاكلهم، بس هم مش بيقتنعوا وبيتهموا انه مخادع. واثناء الكلام المدرسة مالكن بتشوفهم وبتبدأ تسأل عن سر اهتمام الطلبة بليو، ولما بتعرف ان مستواهم الدراسي اتحسن بفضل نصايحه بتستنى مالكن الطلبة لما يمشوا وبتاخد ليو معاها للبيت. وهناك بتقوله انها ما قدرتش تحقق حلمها وتكون مدرسة أساسية زي زمايلها، وانها بعد السنين دي كلها لسه مدرسة احتياطي. باب النجار مخلع. فبيقول لها ليو انها لازم تتعامل مع الطلبة بطريقة لطيفة وتخليهم يحبوا التعليم، وده هيخلي مستواهم يتحسن وبالتالي هيساعدها تبقى مدرسة أساسية في المدرسة. وفي تاني يوم بيجي ميعاد المسابقة بتاعة التاريخ، وبيختار كل طالب شخصية تاريخية يتكلم عنها، وبتتعامل مالكن مع الطلبة بلطف وتشجيع عشان يكسبوا، وبيكون ليو مستخبي جوه جيبها عشان يساعد لو حصل خطأ. وبتبدأ المسابقة وبيحضر كل الطلبة وبيقدم كل واحد شخصيته، وبيتفوقوا على باقي الفصول وبيكسبوا المسابقة. لكن الطلبة مش بيبقوا فرحانين بالفوز لأنهم لسه متأثرين بصدمة ليو، وبيبان إن مالكن مبسوطة جدا لأنها كسبت لقب أفضل مدرسة احتياطية. وفي نهاية اليوم بتاخد ليو وتروح بيه الحديقة عامة، وهناك بترميه قدام الحديقة وبتكذب عليه وبتقوله إن الطلبة متضايقين منه ومش عايزينه في الفصل، وإن هو خدعهم وده أثر عليهم وخلاهم يخسروا المسابقة، وبتسيبه وبتمشي. وفي تاني يوم مالكن بتقول للطلبة إن ليو هرب وساب المدرسة، وبالرغم من إن الطلبة لسه متضايقين منه بس بيزعلوا جدا إنه مشي وسابهم. وفي اليوم اللي بعده بنشوف الطلبة راكبين الأتوبيس مع مالكن في طريقهم للملاهي، ومن ناحية تانية بنشوف سكوارت حاسس بالذنب وقلقان على صاحبه وعايز يعرف مالكن عملت إيه مع ليو. وساعتها بيقرر يصلح غلطته ويستخدم تليفون ليو ويبعت رسالة لدرون المراقبة بتاع إيلي، وبيعرفوا اللي حصل وبيطلب منه يساعده عشان يوصلوا المالكن ويلاقوا ليو. وفعلا الدرون بيجي بسرعة وبياخد سكوارت وبيطلع ورا الأتوبيس، وبمجرد ما بيوصلوا هناك سكوارت بيدخل جوه الأتوبيس وبيحكي للطلبة إنه خدع ليو وصوره من غير ما ياخد باله وبعت لهم الفيديو عشان يزعلوا منه وما يتكلموش معاه تاني.
وبيكمل كلامه وبيقول لهم انه عمل كده عشان كان غيران من ليو، لكن دلوقتي حس بغلطته وجاي يصلحها. وبيعرفهم ان ليو فاضل له سنة ويموت، وان ليو كان بيساعدهم ويحل مشاكلهم عشان يفضلوا فاكرينه بعد ما يموت. وكمان بيقول لهم ان ليو ما هربش من المدرسة زي ما مالكن فهمتهم، وان في اليوم اللي اتخانقوا فيه مع ليو وسابوه مالكن جت واخدت ليو معاها البيت، ومن ساعتها مرجعش للفصل تاني. وبيكشف لهم ان مالكن اتخلصت من ليو عشان تنسب الفضل لنفسها وتبان قدام الناس ان هي اللي ساعدت الطلبة في الفوز بالمسابقة. وبيتصدم الطلبة من اللي بيسمعوه، بيروحوا لمالكن وبيطلبوا منها تعرفهم مكان ليو. وفي اللحظة دي بتقول لهم مالكن إن ليو موجود في الحديقة العامة، وبتعتذر لهم عن اللي عملته، وبتقرر تروح معاهم عشان يجيبوا ليو ويرجعوه للفصل. بس وقتها سواق الأتوبيس بيرفض يغير خط سيره، ووقتها بيتفق الطلبة ومالكن على خطة عشان يخدعوا السواق. وبمجرد ما بيوصلوا لمدينة الملاهي، الطلبة بياخدوا السواق لمحل الحلويات عشان يشتروا منه، وبعدها بيسيبوه وبيجروا بسرعة وبيركبوا الأتوبيس. وبيكون في واحد منهم بيعرف يسوق وبيقعد مكان السواق وبيمشي بالأتوبيس بسرعة قبل ما السواق يلحقهم. وبنروح بعدها للحديقة العامة، وهناك بنشوف ليو بيحاول يتأقلم في المكان الجديد، ولكن الحيوانات بتتريق عليه. وساعتها بيشوف الحصان اللي ساعده يهرب من الحفلة وبيرحب بيه وبزمايله. فبيقول الحصان للحيوانات إن ليو هو اللي ساعدهم يهربوا وبيحبوه وبيقدموا له أكل كتير. وبيحكي ليو قصته للحيوانات، وبيتفاجئ لما سحلية منهم بتقوله إنهم بيعيشوا أكتر من 100 سنة. فبيتبسط لأنه لسه قدامه عمر طويل، وبيقرر يرجع المدرسة عشان يعتذر للطلبة. ووقتها بيقرر الحصان وباقي الحيوانات يساعدوا ليو عشان يوصل للمدرسة، لكن فجأة بيلاقوا مجموعة كبيرة من التماسيح قدامهم، فبيجروا وبيسيبوا ليو لوحده. وقبل ما التماسيح تهجم على ليو، بيظهر فجأة أتوبيس المدرسة جاي بسرعة، والتماسيح بتخاف وتهرب بسرعة من المكان. وبيوصل الأتوبيس وبينزل الطلبة وبيلاقوا ليو قدامهم، فبيعتذر لهم ليو عن اللي عملوا معاهم وبيتمنى انهم يسامحوه. وفعلا بيسامحوه الطلبة، وبيقولوا له انهم فازوا في المسابقة بفضل نصايحه، وبيأكدوا له انهم هيعملوا له جنازة كبيرة لما يموت، متوقعين انه عمره خلص. فبيقول لهم ليو انه غلطان وانه مش هيموت قريب، وفصيلته بتعيش لأكتر من 100 سنة. فبتفرح الطلبة بالخبر ده، وبيجي سكوارت وبيعتذر لليو عن اللي عمله معاه، وبيرجع ليو للمدرسة تاني. وبتمر الأيام وبتخلص السنة، وفي حفلة التخرج بيودع ليو الطلبة وبيشكروه لأنه ساعدهم يبقوا متفوقين. وبيتم تكريم مالكن وبتتعين مدرسة أساسية في المدرسة. وساعتها بتقرر مالكن إن ليو وسكوارت يكونوا معاها في نفس الفصل. وأخيرا بيستعد ليو لمغامرات جديدة مع الطلبة بعد ما عرف إن مساعدة الناس هي أكتر حاجة هتخليه مستمتع في حياته. وبيعيش ليو مع سكوارت سنين كتير في سعادة وفرح. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب لقناة موفي تونز وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. وسلام.